شيت مان. اطفال جيل ببجي وروبلوكس صدمه اكثر من الجيل الجديد. بالعاده بنصدم اول 5 6 فيديوهات، هالمره من اول فيديو صدمه اطفال الشامي او فانزات الشامي الاطفال. تاني اكثر شيء بنصدم منه بحياتي بعد صدمه اصحابي لما راحوا على الغابه بدوني، بعدين قالوا لي اني ما رديت عليهم فالصدمه خفت، بس صدمه اطفال الشامي لحد الان ما راحت. هلا وعم احكي معكم لساتني مصدوم مع رجفي ودرجه حراره صارت فجاه 98. صرت فورا اقارن حالي فيهم لما كنت باعمارهم بسبب الاشياء اللي عم يعملوها. شدوا حالكم وجهزوا بالامتعه والدروع وكملوا الفيديو وجهزوا حالكم للصدمات يلي راح تجيكم. نصيحه اذا قلبكم ضعيف اطلعوا من الفيديو من هلا. ليتس جو. حلو حلو جمهوري. قديش عمرك انت؟ 7. عمرك 7؟ طب ليش عم تبكي؟ جوالي ايفون 48 برو ماكس اكس بلاكس 4 جاكس احسن من جوالي يلي اول ما استلمته وشغلته قال لي المساحه منخفضه امسح بعض الاشياء. يا زلمه امسح ايه؟ لسه هلا استلمته امسح ايش؟ بجي اصور صوره الكاميرا بتقول لي ايش عم تعمل بالله عليك؟ الجوال ما راح يتحمل عضلاتك والجمال تبعك بلا الصوره احسن. بعدين مالك شايف ما في مساحه؟ وهي الطفله عمرها 7 سنين وجوالها ايفون. بعمرها كان هاد جوالي كنت اشوف حالي فيه بالعيد. رفيقي معه تليفون فيه اغنيه لو انا ارد عليه على اساس انه هو عم يدق لي مع انه هو جنبي. يمكن الفرجوسه اللي كنا نشتريها كان في جواتها كلور مشان هيك كان تفكيرنا غبي، بس مع ذلك كنا مستحيل نعمل يلي عم يعملوه هالجيل. بنت تبكي كانوا الاولاد يبكوا والبنات ما يبكوا. بتحسن الرجال لوم الشعر ما كان يفرق شيء. اقسم بالله كنت صف ثاني ابتدائي كان معنا بنت بالصف حشرت ولد بالزاويه صف اول ابتدائي وصارت تهدده اذا ضرب اخوه رح يصير شيء ما يعجب. كبسته كف وكملت طريقه تلعب فتح هي ورده سكر هي ورده ولا كانه شغل المافيات قبل شوي صار. عمر هي البنت 7 سنين المفروض تبلش بالتهديد سنه الجاي، بس ما كانه هالشيء رح يصير. اذا عم تبكي لانه تقابلت مع مشهور وبتحب اغانيه. وشلون فهمان الكلمات اذا الكبار عم يساووا فيديوهات شرح اغاني للشامي؟ يعني لهالدرجه الاغاني عميقه. انا لحد الان حلمي اتقابل مع زلمه يلي غنى اغنيه هزيم الرعد واغنيه دراغون بول من كتر مو حماسيه. بتكون نايم لما بتسمع بتعطيها وحده تحيه عسكريه وبتطحش. وعند هدول الاطفال بيسمعوا اغاني انت مو فهمانه، بتحط على مترجم جوجل بقول لك يا زلمه مالي فهمان شيء. تضطر تستنى كم يوم لوقت ما يجي اي حدا ينزل فيديو وشرح للاغنيه. بتحسه تعبان من كتر ما شغل مخه وهو عم يحاول يفهم شيء من الاغنيه. ونسبه كبيره بكون مصري. قبل ما يدخل بالشرح لازم تصلي على النبي 10 مرات وتقرا الفاتحه مرتين وتستغفر وتتشاهد وتختم سوره ياسين بعدين ببلش الشرح. على ايش عم تبكي بس فهموني؟ معقول سبونج بوب مات؟ روح 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 يا قلبي انت يا الله يا الله. انا حكيم خذي نفس تعي يا الله تعي طلعي فيني خذي نفس خذي نفس. شو اسمك انت؟ يقبرني الله يورنا. قد عمرك انت؟ 10. ايش في؟ هدول اذا شافوا الشامي وهيك، اذا شافوا عصومي ووليد ايش رح يصير فيهم؟ نص طفولة الجيل الجديد والبعض من الجيل القديم كانت على انا البندورة الحمراء. وبالسلامة حبيبي يا بابا تروح وترجع يا غالي يا دموع العين اسكا. خلص ايش صار؟ بس المهم تخيل بالمستقبل يصير فيه تنافس. انا طفولتي على هزيم الرعد. يجي الثاني وقف عندك انا طفولتي على ابطال الكرة. يجوا الجيل الجديد نو انا طفولتي كانت على السامي حبيبي. تسمع الكلمات تكتشف انها كانت موجهة للاكبر عمرا بس الاطفال عم يسمعوها. هون راح توقف المقارنة ورح تيجي ساعة صمت من الصدمة اللي حكوها. أنا برأيي الشامي لازم يسوي أغاني أطفال مشان الأطفال يلي عم يتابعوه مشان يفهموا الكلمات كمان. في كبار لحد الآن بيسمعوا أغاني طيور الجنة خاصة يلي بروحوا على النادي، بس مو كلهم أكيد مشان ما نخرب العلاقات. المهم نروح على اللي بعده. شو اللي وصلك لهون كرمال الله؟ هاي قاعدة بالكرسي اللي قدامي عند الشامي، الكرسي اللي قدامي يعني في اي بي، الفي اي بي لا يقل عن $100. انا بهالعمر مسكني $100 بفتح بسطة برا. فات واحد لعندي على اللايف دعني $25 ما عاد عارف كيف بدي اشكره. صرت اقول له روح كرمال الله مشان ما يزعل مني والله العظيم. بعدين هاي مواليد 2015 يا جماعة. انا لما كنت بعمره كان احلى غناية علي وطننا يا وطننا يا وطن. وجاك فيها رفقاتي. بعدين حفلات الشامع اللي بيصير فيها يا جماعة لازم يكتبها تحت يمنع التقليد في المنزل. وحدي بتنطط، الثاني بتشرب تليفونه، وحدي بتغمى، هديك بتبكي. ايش بكون شو مقبره؟ والله حكي ولا الشاب صح. انا بوافق الراي مثل ما حكيت من قبل. بهيك عمر لما يكون الواحد معه اقل من هالرقم يعتبر واحد من اغنياء الحاره ومستحيل هالشغله تصير. طبعا هلا بتشوفوا الاولاد ممكن تكون العيديه $100 او هيك شيء، بس ايامنا تعطي ولد $100 تقول له روح اصرفها رح يغمى عليه، رح يضل يصرف شهرين 3 وما رح تخلص. وهي البنت صرفت $100 او اكثر بكم ساعه بس. انتم متخيلين كل هذا مشان تشوف المشهور وتبكي قدامه وتسمع اغاني حافظتها بس مو فهمانته. جيل غريب يا رجل. اعطينا اللي بعد. جاي من مكان شغل قلبك انا. خلاص ليش عم تبكي؟ انا عم اقول لك
يلا تعال. لا ما حنساك. شيت ما تنساني ليش؟ هلا رح يجي واحد من فانزاته يقول لي انت غيران منه. ليش لا غار منه؟ بس السؤال مو هو ليش 3/4 فانزات الشامي اطفال اذا مو اكثر؟ المشكله انه اغاني مو اغاني اطفال يا جماعه، يعني اغاني رومانس وحب وما بعرف ايش والعياذ بالله. طفله عمرها 7 سنين ايش فهمها بهالقصص؟ الله يستر منهم. عندي فضول جيل 2020 شلون رح يكون بعد 10 سنين؟ ننكبس باللي بعده. كل شيء أنا قبل السؤال جربتي تروحي على المدرسه وتفرجي المدرسه المكتوب هون؟ سوفا بالله عليكي. شايفين شلون اكتريه الفانزات اطفال؟ طيب رح نغض نظر، يعني قصدك ممكن يجينا غير الشامي شاميات صغار تانيين؟ هدي شوي وصلي على النبي. نحن من فانزات شخص واحد ما لنا خالصين، ممكن يتكاثروا اكثر من هيك كمان. تدخل انستغرام مثلا تشوف ترند جديد، شو هو الترند؟ عجب ابن الشامي عطس. فعليا ما فيك تعمل شيء لحتى توقف يلي رح يصير. نروح على اللي بعده احسن شيء. بالنسبة للفيديو انتوا رح تكتبوا رأيكم تحت ونشوف الآراء، بس أي حركة بتصير بتنعمل الجمهور فورا ببلش الجمهور رمش رمش الجمهور مسك المايك يعني في تفاعل، بس ما منطقي التفاعل على أي شيء. وإذا انتبهتوا الشاب ورا مصدوم الله يعينه، ما عنده حل غير إنه يبتسم مشان ما يبين امبوستر وإنه مو داخل بالجو. مرحبا. شو الأخبار؟ منيحة. منيحة؟ شو اسمك أنت؟ جيمي. لا شو لابسة هي؟ شو هي؟ دكتور. بتحبي دكتور أنت؟ غني لك دكتور؟ كرمالها رح نغني دكتور خلص. الله يرحم ايام حفلات اغاني الطفوله، كان على طلب الجمهور اغنيه القناص او سيمبا او ون بيس. هلا عم يطلبوا اغنيه دكتور، يعني اول جمله من الاغنيه دكتور بيا الوجع. طفله عمرها 6-7 سنين شو الوجع يلي فيها؟ ابوها ما جاب لها حليب ولا ما عندها سيريلاك ولا الببجي صارت ممنوعه بالبيت. شو سبب الوجع؟ لو وقت ما نعرف سبب الوجع اكتبوا لي تحت بالتعليقات رايكم، بكون ان شاء الله جهزت فيديو جديد. والفيديو ردة فعل بس، ما في اي قصد للاساءه لاي طفل ولا لاي شخص ظاهر بالفيديو. بنشوفكم بحلقات جديده وبيس اوت.